عمرك سمعت عن بنك بيكلم الغلابه قبل الاغنياء؟ عن راجل قرر يبني بنك بيخدم الناس بجد، مش مجرد بيخزن فلوسه. ده اللي عمله عمرو طنطاوي. اهلا بيكم، انا عز الغريب ودي حكايات الغريب. عمرو طنطاوي ما كانش مجرد شخص بيشتغل في بنك، ده راجل مؤمن ان التمويل الصغير مش مجرد تمويل بسيط، ده باب امل. عمرو طنطاوي كان المدير التنفيذي لبنك القاهره سابقا، ومن اوائل اللي فهموا ان الشمول المالي مش رفاهيه، دي ضروره. سنه 2008 اشتغل على اعاده هيكله البنك ووسع شبكه الفروع، وبدأ يخاطب الحرفيين، وبدأ يخاطب الستات المعيلة وأصحاب المشاريع الصغيرة. حط منتجات تمويلية للناس اللي محدش بيرضى يسلفها، وبقى بيعمل شغل أكبر من مجرد خدمة بنكية، بقى بيبني مجتمعات بتعتمد بشكل كلي على نفسها. طنطاوي بيأكد إن الفلوس ممكن تبقى أداة عدالة اجتماعية لو في نية وفهم حقيقي للناس. لو بتشتغل في مجال التمويل أو حتى بتفكر تبدأ مشروعك، فكر هل بتخدم الناس اللي محتاجينك بجد، ولا بس بتدور على اللي معاهم فلوس. وما تنساش في نهاية كل حلقة ان التوفيق دايما من ربنا. اكتب لي في الكومنتس تحت عاوز تسمع عن مين الحلقة اللي جاية.